السلام عليكم طلابي وطالباتي طلاب الصف السادس الابتدائي. معاكم مس شروق مدرسة العلوم، والنهاردة أول حصة في منهجنا. تعالوا بقى نبدأ نشوف أول حصة هنتكلم عن إيه. أول مفهوم عندنا مفهوم بيتكلم عن الخلية، وطبعا إحنا محتاجين نفهم يعني إيه خلية. طبعا الخلية دي نظام من الأنظمة اللي موجودة داخل جسم الكائن الحي. يعني الخلية دي أصلا تركيب من ضمن التركيبات اللي بتركب جسم الكائن الحي. طب تعالوا نبدأ نشوف ايه اصلا انواع الانظمة. انا عندي في كل مكان حواليا انظمة، يعني بمعنى في أنظمة بتبقى أنظمة اسمها كبيرة زي النظام البيئي. النظام البيئي ده المكان اللي احنا عايشين فيه، الوسط اللي احنا عايشين فيه، البيئة المحيطة بينا بنسميها نظام بيئي. طيب أو ممكن تبقى نظام صغير زي مين؟ زي الخلية الحية اللي هي بتكون أجسام الكائنات الحية. فهنا عندي أول حاجة بيبدأ يعرف لي إيه هو النظام. أنا محتاج أفهم يعني إيه نظام. النظام ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة عناصر، والعناصر دي بتعمل معا عشان تؤدي لي وظيفة محددة. يبقى هو مجموعة من العناصر، والعناصر دي بتشتغل مع بعضها وبتعمل مع بعضها وبتكمل بعضها عشان تقوم لي بوظيفة محددة. تعالوا نشوف المثال اللي عندنا، ويديني مثال على جسم الإنسان. طبعا جسم الإنسان كجسم كده كله على بعضه بيعتبر نظام أهو. يبقى جسم الإنسان بيعتبر نظام، وجسم الإنسان بيتكون من عدة عناصر. إيه هي العناصر اللي بيتكون منها؟ يعني إيه الحاجة الأصغر من جسم الإنسان؟ الأجهزة. يبقى جسم الإنسان بيتكون من أجهزة. بيتكون من إيه؟ من أجهزة. فالأجهزة دي تعتبر نظام أصغر من الجسم ذات نفسه. طيب الأجهزة بتتكون من إيه؟ على سبيل المثال زي الجهاز الهضمي. مش الجهاز الهضمي بيتكون من إيه؟ من الفم والبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، وكل دي أعضاء، صح؟ طيب يبقى معنى كده إن أي جهاز بيتكون من أعضاء، والأعضاء دي هي اللي بتقوم بوظيفة الجهاز. زي مثلا الجهاز الهضمي، الأعضاء بتاعته هتقوم بوظيفة إيه؟ هضم الطعام، هتهضم الطعام. يبقى معنى كده الأجهزة ايه النظام الأصغر منها اللي هو مين؟ الأعضاء. بعد كده كل عضو بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجة اسمها الأنسجة. يبقى معنى كده كل عضو زي كده المعدة. خلاص، المعدة لو جينا بصينا على تركيبة متركبة من ايه؟ من أنسجة مترصصة جنب بعضها بالشكل اللي قدامنا ده. يبقى دي كده اسمها ايه؟ أنسجة. يبقى كل عضو بيتكون من تركيب أصغر منه اسمه ايه؟ أنسجة. والأنسجة دي برضو بسميها أنظمة، يعني ده نظام برضو. يبقى جسم الإنسان نظام، الأجهزة نظام، الأعضاء نظام، والأنسجة نظام. هاجي بقى لأصغر تركيب في جسم الإنسان، وهو مين؟ الخلايا. والخلية دي أصغر نظام في جسم الكائن الحي، ودي أصغر حاجة بتركب منها جسم الكائن الحي. لكن لو جينا ركزنا كده، مش دي أصغر حاجة بتركب منها جسم الكائن الحي، بس هي أهم حاجة، ومن غيرها ما كانش يتكون كل ده. يبقى معنى كده الخلايا بتكون لي أنسجة، الأنسجة تكون لي أعضاء، الأعضاء تكون لي أجهزة، والأجهزة تكون لي جسم الكائن الحي. يبقى أنا بدأتها من الصغير للكبير، ومن شوية بدأتها من الكبير للصغير. يبقى كل حاجة من دول أنا ذكرتها بتعتبر نظام لوحدها، لأن هي ليها وظيفة بتقوم بيها وليها دور بتقوم بيه. فحس احنا دلوقتي المفهوم بتاعنا بيكلمني عن أصغر حاجة في جسم الكائن الحي، وهي مين؟ وهي الخلية. تعالوا بقى نبدأ نشوف الخلية كنظام بيكلمني عن مين؟ عن الخلية كنظام. وطبعا أنا لسه قايله لكم هي أصغر جزء في الكائنات الحية. يبقى هي تعتبر واحدة من أصغر الأنظمة الحية. يبقى واحدة من أصغر الأنظمة الحية. وطبعا أنا بقول عليها بقول عليها وحدة بناء الكائن الحي، هي اللي بتبني جسم الكائن الحي. يعني من غيرها جسم الكائن الحي مش هيتبني، لأن هي الأساس. يبقى بقول عليها وحدة بناء الكائن الحي. وشبهها لي بإيه عشان أفهمها؟ شبهها لي بقلب الطوب في المبنى. بصوا كده شكل الخلايا، ده كده شكل الخلايا الحية في جسم الكائن الحي. وده شكل ده شكل قوالب الطوب. القوالب الطوب دي بتساعدنا في ان احنا نبني اي مبنى.
نبني العمارة، نبني المستشفى، نبني المدرسة، أي حاجة. فقوالب الطوب وهي مترصصة جنب بعضها كده عشان تبني لي العمارة أو البرج أو أيا كان المبنى اللي هي هتبنيهولي، شبهها لي بمين؟ بالخلايا. بص الخلايا مترصصة جنب بعضها ازاي؟ ما هو من غير الخلايا برضو، ومن غير من غير الخلايا ومن غير ان هي تبقى جنب بعضها كده مترابطة كده مع بعضها، عمر ما جسم الكائن الحي كان هيتكون. وجي بقى بيقول لي هو يا ميس انا اقدر اشوف الخلايا الحيه دي؟ اقدر اشوفها بعينيا المجرده كده؟ يعني انا لو بصيت على ايديا كده اقدر اشوف الخلايا؟ لا طبعا ما اقدرش اشوفها. انا لسه قايله اصغر الانظمه الحيه، ولسه قايله برضو ان هي اصغر جزء في الكائنات الحيه، فدي جزء صغير جدا 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 وحجمها صغير جدا جدا جدا، فما نقدرش نبص ونقدر نشوفه بالعين المجرده. ولكن عشان اشوفها محتاجة معدات خاصة. وإيه هي بقى المعدات الخاصة اللي أنا أقدر أشوف بيها الخلايا؟ اللي هي مين؟ الميكروسكوب. يبقى يتطلب رؤيتها استخدام أجهزة خاصة زي مين؟ زي الميكروسكوب. يبقى لا يمكن رؤية معظم الخلايا بالعين المجردة، مش كل الخلايا، معظمها. تمام؟ تعالوا بقى هنا مديني كده زي سؤال بيقول لي ما هي الخلية؟ يعني أنا لو جيت قلت لك إيه هي الخلية؟ تقدر تكلمني عنها؟ طبعا هي الوحدة الأساسية لبناء الحياة على الأرض، فهي تبني أجسام جميع الكائنات الحية. كل الكائنات الحية أجسامها بتتكون من خلايا، إنسان، حيوان، نبات. يبقى الإنسان والحيوان والنبات جميعهم بيتكون جسمهم من من خلايا. ولكنها لا تبني الأشياء الغير حية. يعني مثلا لو جيت قلت لك على الهواء، هو الهواء بيتكون من خلايا؟ هتقول لي لا يا ميس، هو الهواء كائن حي؟ أقول لك لا. هتقول لي يبقى معنى كده مش بيتكون من من خلايا. يبقى الهواء والمية والتربة، يبقى دول كده اسمها أشياء غير حية أو مكونات غير حية ما بتتكونش أو ما بتدخلش في تركيبها الخلية. ولكن الكائنات الحية هي بس اللي بيدخل في تركيبها مين؟ الخلية. تعالوا بقى نتنقل على الجزئية اللي بعد كده، هنشوف شكل الخلايا. بص بقى، عندي نوعين من الخلايا. عندي خلية اسمها خلايا نباتية، وعندي خلايا اسمها خلايا حيوانية. وده شكل دي وده شكل دي كده الخلية النباتية تحت عدسة الميكروسكوب، لأن احنا اتفقنا ما اقدرش اشوفها بعيني المجردة، يبقى بشوفها من تحت عدسة الميكروسكوب. يبقى دي خلايا نباتية ودي خلايا حيوانية. طبعا يا ولاد هتقولي الخلايا النباتية دي موجودة فين والخلايا الحيوانية دي موجودة فين؟ أكيد من اسمهم وضحت. دي خلايا نباتية يعني هي دي اللي بيتكون منها جسم مين؟ النبات. اتفقنا؟ ودي الخلايا الحيوانية دي اللي بيتكون منها مين بقى؟ جسم مين؟ جسم الحيوان من اسمها والإنسان. اتفقنا؟ يبقى الخلايا الحيوانية بتكون منها أجسام مين؟ أجسام الحيوانات والإنسان، والخلايا النباتية بيتكون منها جسم مين؟ جسم النبات. تعالوا بقى نبدأ نشوف ونقارن ما بين حجم الخلايا. احنا كده قارنا ما بين شكل الخلايا، إن الخلايا النباتية والحيوانية شكلها مختلف عن بعض. تعالوا لحجم الخلايا. بيقول لي بقى؟ بيقول لي إن أنا عندي حجم الخلايا بيختلف، لأن أنا عندي معظم الخلايا صغيرة للغاية، ولكن ليس جميعها، يعني مش كلها صغيرة. احنا زي ما اتفقنا من شوية مش كل الخلايا صغيرة. أمال تعالوا بقى نبدأ نشوف. عندي خلايا بسميها خلايا كبيرة جدا، زي مين؟ زي بيضة الطائر. وده مهم قوي، الحتة دي مهمة بيجي عليها سؤال هام. يعني خلايا كبيرة جدا زي مين؟ زي بيضة الطائر. بيضة الطائر بس أني بيضة؟ الغير مخصبة، مش المخصبة، مش اللي هتديني بقى طائر صغير، لا. تحتوي البيضة الغير مخصبة اللي هي ليس بها جنين، بتحتوي على على خلية واحدة فقط، زي الصورة اللي قدامنا كده. يبقى دي خلية كبيرة الحجم عشان بتحتوي على بتحتوي على خلية واحدة فقط، زي ما احنا ما شايفين. بعد كده عندي خلايا صغيرة. الخلايا الصغيرة زي مين؟ زي الخلايا النباتية والحيوانية اللي احنا لسه شايفينهم في الصورة اللي قدامنا. خلاص؟ طيب الخلايا النباتية والحيوانية بيتراوح طولها ما بين كام لكام؟
بيتراوح طولها ما بين إيه؟ ما بين 1/10 ل5/1000 ملي متر، يعني حجمها صغير جدا. بص حجمها صغير قوي لدرجة إن إحنا فعلا ما بنشوفهاش، لازم نشوفها تحت عدسة الميكروسكوب. طيب أما بقى عندي تالت نوع خلايا صغيرة جدا، زي مين بقى؟ زي خلايا البكتيريا. هو احنا نقدر نشوف البكتيريا؟ احنا عارفين ان البكتيريا دي موجودة في المية، موجودة في الهواء، موجودة في التربة، موجودة حتى على أجسامنا أو على إيدينا زي ما احنا بنتعامل. يقعد يقول لك اغسل ايدك عشان البكتيريا والجراثيم والميكروبات، صح؟ موجودة حوالينا في كل مكان البكتيريا، بس هل نقدر نشوفها؟ لا. ليه؟ لأنها الخلية بتاعتها صغيرة جدا. يبقى عادة ما تكون أصغر من الخلايا النباتية والحيوانية، ده شكلها. يبقى خلية البكتيريا بتبقى أصغر من مين؟ من النباتية والحيوانية. تعالوا نشوف السؤال العلل اللي قدامنا ده. يحتاج الإنسان إلى الميكروسكوب لرؤية الخلايا التي يقل طولها عن 1/10 ملي متر. ليه؟ ليه الإنسان محتاج الميكروسكوب عشان يشوف الخلايا؟ ليه؟ عشان العين البشرية مالها؟ بسميها عين مجردة. يبقى أنا عندي العين البشرية بسميها عين مجردة. ليه عين مجردة؟ لأن هي ما تقدرش تشوف الأجسام الصغيرة جدا، لا، أمال هي بتشوف إيه؟ بتشوف الأشياء التي يقارب طولها 1/10 ملم، وهو ما يساوي تقريبا طول حبة الرملة الصغيرة. يعني 1/10 ملم دي تقريبا قارناها بايه؟ بطول حبه الرمله الصغيره. انت بتبقى شايف حبه الرمله، صح؟ بس لو حاجه اصغر منها ما تقدرش ايه تشوفها بوضوح، ما تقدرش تشوفها، عينك ما تقدرش تشوف الطول ده اللي هو الاقل من كده. يبقى عشان كده بنحتاج لمين؟ لعدسه الميكروسكوب عشان تكبر لي بقى الاجسام الايه او الاطوال الايه، الاشياء الايه الصغيره دي. ما الذي تعرفه عن الخليه كنظام؟ تعالوا بقى هنا نبدا نشوف. طبعا الخلايا في الكائنات الحية بتتنوع. طيب بتتنوع ازاي بقى؟ ان انا عندي عدد الخلايا في الكائنات الحية بيختلف. مش كل الكائنات الحية عدد الخلايا في جسمها زي بعض. طب تعالوا نبدأ نشوف بنقسمها ازاي. بنقسمها حسب حاجة اسمها درجة تعقيد التركيب. درجة تعقيد الايه؟ التركيب. ليه بقى؟ لان انا عندي كائنات بسميها كائنات عديدة الخلايا. كائنات عديدة الايه؟ الخلايا. وعندي كائنات بسميها كائنات وحيدة الخلية. هي الكائنات عديدة الخلايا دي يعني جسمها بيتكون من خلايا كتير جدا، عدد ايه؟ كبير جدا من الخلايا. زي مين؟ زي الحيوانات والنباتات. وعندي كائنات حية بسميها وحيدة الخلية. يعني ايه وحيدة الخلية؟ يعني جسمها بيتكون من خلية واحدة، هي واحدة بس. هي جسمها ما فيهوش غير خلية واحدة بس، لكن ده عديدة الخلايا عشان بيتكون من خلايا كتير جدا عشان تكون الأنسجة وتكون الأعضاء وتكون الأجهزة وتكون جسم الإنسان ككل. طيب أما هنا لا، عندي كائنات بسميها كائنات بسيطة، اللي هي إيه؟ جسمها بيتكون من خلية واحدة، لكن دي اسمها إيه؟ كائنات معقدة. معقدة يعني بتتكون من خلايا عديدة. يبقى كائنات بسيطة بتتكون من خلية واحدة. زي مين؟ زي البكتيريا اللي احنا لسه قايلينها من شوية. يبقى البكتيريا من الكائنات البسيطة اللي بتتكون من خلية واحدة. تعالوا تاني نبص بقى على الجزئية اللي بعد كده. إن بيتوقف عدد خلايا الكائنات عديدة الخلايا على إيه؟ طبعا الكائنات عديدة الخلايا اللي هي دي، كائنات عديدة الخلايا اللي هي الكائنات المعقدة. تعالوا بقى نشوف بيتوقف عدد الخلايا في جسمها على إيه. أول حاجة بيتوقف على نوع الكائن. نوع الإيه؟ الكائن. يعني إيه؟ يعني بيختلف عدد خلايا الحيوانات والنباتات من نوع لآخر. زي مين؟ زي عدد خلايا الفيل. يعني هل الفيل لو جيت قارنت الفيل بالنملة، هل عدد الخلايا جوه جسم الفيل زي النملة؟ لا طبعا. فبالتالي هنا الفيل كحجم محتاج عدد خلايا أكبر من النملة بكتير. يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده إن عدد خلايا الفيل أكبر بكثير من عدد خلايا النملة. طيب برضو هنا لو جينا بصينا يختلف عدد خلايا الكائن الواحد بالنمو. يعني إيه كائن واحد؟ يعني أنا دلوقتي أنا هو كإنسان، أنا مثلا عندي طفل أهو، وعندي بيبي يعني طفل صغير رضيع.
لو جيت قارنت الخلايا في جسم الطفل ده بالطفل ده، هل الاتنين نفس عدد الخلايا في جسمهم؟ لا طبعا، لان ده في مرحلة نمو مختلفة عن ده. فمعنى كده ان الخلايا في جسم ده او عدد الخلايا في جسم الكائن ده غير ده، رغم ان هم نوع واحد، واحد. يعني هنا يختلف عدد خلايا الكائن الواحد بالنمو. تمام؟ يبقى عدد خلايا الشخص البالغ أكبر بكثير من عدد خلايا الطفل الصغير. يبقى معنى كده لما يبقى شخص بالغ كبير زي أنا كده، بالنسبة لكم انتوا طلاب في الصف السادس الابتدائي، هل تركيب جسمي زي تركيب جسمكم بالظبط؟ هل حجم جسمي زي حجم جسمكم بالظبط؟ لا طبعا، في اختلاف ان انا عدد الخلايا في جسمي اكبر من عدد الخلايا في جسمك. كل واحد فينا على حسب المرحلة اللي هو واصل فيها في النمو بتاعه. هل بابا وماما زيك؟ لا طبعا. يبقى عدد الخلايا في جسم بابا وماما اكبر من عدد الخلايا في جسمك انت واخواتك. طيب نيجي بعد كده نيجي بقى نشوف كل ما الكائن بينمو انت تعرف ان في الوقت ده عدد الخلايا في جسمه بيزداد. يبقى يحدث النمو بزيادة عدد الخلايا. يبقى النمو بيحصل امتى؟ كل ما تزداد عدد الخلايا في جسم الكائن الحي. يبقى كل ما عدد الخلايا يزيد في جسمك كل ما هتنمو تكبر. طيب حيث تتكون خلايا جديدة من خلايا كانت موجودة بالفعل. يعني دي خلية كانت موجودة بالفعل في جسمك، الخلية دي بدأ يحصل لها حاجة اسمها انقسام. كل ما تنقسم الخلية دي تديني خلايا أكتر، الانقسام ده إن شاء الله ناخده بس قدام مش دلوقتي. يبقى عندنا هنا دي كانت خلية واحدة في جسمك، حصل لها نوع من أنواع الانقسام، بدأت إن هي فتنقسم يعني عددها بيزيد، بتديني عدد أكبر من الخلايا، وبالتالي جسمك بيكبر وبينمو. طيب تعالوا نشوف، بيقول لي يتكون جسم الإنسان البالغ من كام خلية؟ من 40 تريليون خلية. يبقى جسم الشخص البالغ اللي هو الشخص الكبير جسمه بيتكون من كام خلية؟ من 40 تريليون خلية. 40 تريليون خلية، تخيل انت العدد، عدد كبير جدا مهول عشان يكون جسم الكائن الحي. عشان كده بنقول على أجسامنا أجسام معقدة، عشان بتتكون من عدد كبير جدا من الكائنات من الخلايا. تعالوا بقى نبدأ نشوف شكل الخلايا وتركيبها. أول حاجة تعالوا نبص كده، دي الخلية الحيوانية ودي الخلية النباتية. تعالوا نبدأ نشوف شكل كل واحدة فيهم. يختلف شكل الخلايا من جزء الآخر في نفس الكائن الحي. يعني يعني مثلا دي اسمها الخلية العصبية. دي خلية دي خلية عصبية. دي كده خلية عصبية. خلاص. طيب الخلية العصبية دي اللي بيتكون منها اللي بيتكون منها الجهاز العصبي في جسم الكائن الحي، اللي هو المخ والأعصاب والحبل الشوكي. طيب وايه اللي قدامنا ده؟ الصورة اللي قدامنا دي دي كده مين؟ ده طبعا الدم، اهو ده الدم. ولكن الدم بداخله مكونات، بداخله خلايا دم حمراء وخلايا دم بيضاء. ودي كده اللي احنا شايفينها، دي خلايا الدم الحمراء. طيب ودول طبعا الخلية الحيوانية والخلية النباتية. تعالوا بقى نشوف هنتكلم عن أول حاجة اتكلمنا عن الشكل، إن كل جزء في جسمنا شكل الخلايا فيه بيختلف. تاني حاجة هنتكلم عن تاني حاجة بنتكلم عن مكون أساسي موجود جوه الخلايا، وهي مين؟ وهي النواة. ولكن النواة دي مش موجودة في كل الخلايا. طب تعالوا نشوف هي موجودة فين. قال لي تحتوي معظم الخلايا على نواة في مركزها. زي مين؟ زي الخلايا العصبية. يعني الخلية العصبية دي موجود فيها في المركز بتاعها اهو هنا النواة. دي كده النواة اهي. طيب النواة دي فايدتها هي دي اللي بتساعد على انقسام الخلية، ان الخلايا في جسمك عددها يزداد. طيب يبقى ادي النواة.
وقال لي في بقى خلايا تانية ما فيهاش نواة. ما انا قلت لك النواة دي مش موجودة في كل مش موجودة في كل الخلايا بتاعت الكائنات الحية. طيب امال ايه بقى؟ قال لي لا تحتوي بعض الخلايا على نواة. زي مين؟ زي خلايا الدم الحمراء. دي خلايا الدم الحمراء في الانسان دي ما فيهاش نواة. يبقى معنى كده عندي خلايا فيها نواة زي الخلية العصبية، وعندي خلايا ليس بها نواة زي مين؟ خلايا الدم الحمراء. طيب تعالوا بقى نكمل على رقم 3، تالت مكون، الغلاف. تحتوي جميع الخلايا على غشاء يحيط بمكوناتها. لو جينا بصينا على الخلية الحيوانية كده، كل اللي جواها ده مكونات الخلية، المكونات اللي موجودة جواها، وكل مكون من دول ليه دور وليه وظيفة هناخدهم. ولكن كل دول مين اللي بيحيط بيهم من الخارج؟ ده كده أهو غشاء الخلية. لازم يبقى فيه غشاء يحيط بالمكونات دي، فبسميه غشاء الخلية. طيب جه بقى قال لي هنا ايه؟ جه قال لي بينما تمتلك بعض الخلايا جدار. يبقى كل الخلايا عندها غشاء، ده متفقين عليه، ولكن بعض الخلايا عندها جدار، يعني مش كل الخلايا عندها جدار. طيب الجدار ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه الجدار الخلوي. طب ده موجود فين؟ موجود في الخلية النباتية ومش موجود في الخلية الحيوانية. لو جينا لاحظنا وبصينا على الصورة كده ان هو عامل لي سهم اهو عند الخلية النباتية اهو، ومش عامل لي سهم هنا عند الخلية الحيوانية. بمعنى كده ان الخلية الحيوانية بتحتوي على غشاء فقط، ما بتحتويش على جدار. اتفقنا؟ لو جينا بصينا ان الجدار الخلوي اهو بيحيط بالخلية من الخارج، وبعديه من جوه كده عندي مين؟ عندي الغشاء بتاع الخلية. يلا نكمل. يبقى وقفنا عند عند جدار الخلية، واتفقنا ان جدار الخلية موجود فين؟ موجود في الخلية النباتية فقط، ولكن مش موجود في الخلية الحيوانية. طيب يبقى موجود من الخارج في الخلية النباتية، وبعديه على طول من الداخل اهو الغشاء بتاع الخلية. يبقى الجدار من بره والغشاء بعديه. لكن في الخلية الحيوانية عندنا الغشاء على طول من غير من غير جدار خلوي. وهنعرف طبعا أهمية كل حاجة، يعني هناخدهم، بس احنا دلوقتي بناخد بناخد نبذة عن كل حاجة فيهم. طيب نيجي بقى نشوف هنا ماذا تعرف عن الخلية. تعرف عن الخلية؟ طبعا احنا اتفقنا ان الخلية عبارة عن تركيب معقد بيقوم بأداء كافة أنشطة الحياة. كل أنشطة الحياة، كل الأنشطة اللي المفروض جسم الكائن بيقوم بيها، مين الأساس اللي بيساعده على ده؟ الخلية. وبالرغم من صغر حجمها فإنها هي اللي تبقينا على قيد الحياة. يعني شوف حاجة صغيرة جدا 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 في جسمك، ولكن هي دي اللي بتساعد جسمك ان هو يستمر ويبقى على قيد الحياة، ومن غيرها جسمنا مش هيقدر ان هو يواصل ولا يبقى على قيد الحياة. تعالوا بقى نبدأ نشوف هنا ايه هي احتياجات الخلية دي. ما هو اي خلية ليها احتياجات، مش احنا ككائن حي ليه احتياجات عشان اعيش؟ عشان اعيش محتاج مية، محتاج هواء عشان اخد منه غاز الاكسجين، محتاج محتاج غذاء استمد منه الطاقه. وكذلك مين؟ الخليه. هو الخليه هتقدر ان هي تقوم بالوظائف بتاعتها وتقوم بدورها في جسمك عشان تبني لك جسمك ده كله، تبني لك جسمك ده كله وتعمل انقسام وتساعدك على النمو من غير ما يكون ليها احتياجات وتاخدها؟ لا طبعا. اول حاجه محتاجه محتاجه عناصر غذائيه. ايه هي العناصر الغذائيه ده؟ اللي هو غذاء، اللي هو غذاء الخليه. خلاص. تاني حاجة محتاجة محتاجة هواء عشان بتاخد منه أكسجين. تالت حاجة محتاجة المية. يبقى احتياجات الخلية شبهنا بالظبط، شبه الكائن الحي بالظبط. محتاجة محتاجة غذاء، محتاجة هواء عشان تاخد منه غاز الأكسجين، ومحتاجة حصول على على المية. تحصل الخلايا على الطاقة منين؟ العناصر الغذائية. ما هي من العناصر الغذائية ومن الأكسجين اللي هي بتستمده بتحصل على بتحصل على الطاقة اللازمة ليها عشان كل مكون جوه الخلية يقوم بدوره ويقوم بوظيفته. وتقوم أيضا بالتخلص من الفضلات، يعني كمان بتعمل عملية إخراج كل الحاجات اللي هي مش محتاجاها، الفضلات بتاعتها اللي هي مش محتاجاها بداخلها تبدأ إن هي تتخلص منها، زي جسمك بالظبط. إنما بيتخلص من المية والأملاح الزائدة في صورة عرق، هي كذلك كده برضو في فضلات بتتخلص منها. طيب تعالوا بقى نشوف هنا دور غشاء الخلية في الحفاظ على توازن المية. مش أنا قلت لك كل مكون في الخلية ليه دور وليه أهمية بيقوم بيها؟ طبعا دلوقتي هناخد مين؟ دور غشاء غشاء الخلية.
غشاء الخلية ده اللي هو بيحيط بالخلية من الخارج هو ده اللي بيحافظ على توازن المية على جانبيه. يبقى هو اللي بيحافظ على ايه؟ على توازن المية. بيسمح بإيه بقى؟ بيسمح بدخول المية إلى الخلية للقيام بالعمليات الحيوية. يبقى هو اللي بيسمح إن المية تدخل داخل الخلية. ليه؟ عشان المية هي اللي هتساعد الخلية إن هي تقوم بالعمليات الإيه؟ الحيوية بتاعتها. وكمان خروج الماء الزائد عن حاجة الخلية حتى لا تنتفخ وتنفجر. إيه الكلام ده بقى؟ يا جماعة ما هو لو المية جوه الخلية كانت زيادة عن حاجتها، مش محتاجة كل دوت، مش محتاجة كمية المية دي كلها، ايه اللي هيحصل للخلية؟ واحنا اتفقنا ان هي صغيرة جدا، ايه اللي هيحصل لها؟ هل هتستحمل كمية مية زيادة او كمية مية كبيرة؟ لا طبعا. ايه اللي هيحصل لها؟ تبدأ ايه بقى تدريجيا تنتفخ. طب المية الزيادة دي ما خرجتش لسه وبيدخل لها مية تاني عليها، ايه اللي هيحصل؟ تنتفخ 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 لحد ما تنفجر. مش هتتحمل، هتنفجر. يبقى ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ لو المية جوه الخلية زادت عن حاجة الخلية بتبدأ ان هي تنتفخ وتنفجر. اتفقنا؟ طيب وهو جاي لي اهو، ده سؤال مهم اصلا، السؤال ده هام. ماذا يحدث عند دخول كميات كبيرة من الماء إلى الخلية؟ إيه اللي هيحصل؟ هتبدأ إن هي تنتفخ الخلية حتى تنفجر. والسؤال ده مهم جدا. يعني لو دخلت كمية مية كبيرة للخلية وهي مش محتاجة كل الكمية دي، إيه اللي هيحصل لها يا مس؟ هتبدأ إن هي تنتفخ 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 تدريجيا لحد ما تنفجر. يبقى الإجابة كلمتين، تنتفخ وإيه؟ وتنفجر الخلية. اتفقنا؟ كده نبقى خلصنا الدرس الأول بتاعنا، ودي التدريبات بتاعته اللي هو الواجب بتاعك، ان انت بعد ما تذاكر الجزء اللي انا شرحته ده هتبدأ ان انت تحل التدريبات بتاعته كلها. تمام؟ وان شاء الله اشوفكم في الدرس التاني بإذن الله. مع السلامة، باي باي.